السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام. موضوعنا اليوم عن التخدير الرياضي أو سيطرة عقول السياسيين على العالم عن طريق كرة القدم. طبعا بالنسبة لكرة القدم، كرة القدم في أوروبا أو في أمريكا الجنوبية اللي في البرازيل والأرجنتين، اللي يلعبوا فيها البرازيل والأرجنتين، أو في أوروبا، منتشرة فيها من سنوات طويلة جدا. منتشرة عالم كرة القدم هذه، وتأسست كرة القدم في بعض الأندية الأوروبية متأسسة قبل ما تتأسس بعض الدول العربية. طبعا بالنسبة لكرة القدم هذه منتشرة وموجودة، كانت في البرازيل وموجودة في أيضا في الأرجنتين وفي فنزويلا وفي كولومبيا، وفي أيضا في الدول الغربية بنسبة كبيرة جدا منتشرة. وقدروا بعض السياسيين الأوروبيين أو بعض السياسيين في أمريكا الجنوبية من وضع أو تخدير عقول الناس عن طريق كرة القدم يعني. فأصبحت كرة القدم كرة عظيمة جدا، كرة القدم هذه أصبحت يعني أصبحت كرة القدم هذه شاغل بال الناس بنسبة كبيرة جدا يعني، وشاغلة عقول الناس. وبعض الناس ممكن كانت كل حياته وكل أمله وكل مستقبله في عالم كرة القدم. طبعا بالنسبة للعيبة كرة القدم، صح أنهم مستفيدين من الناحية النفسية والفكرية والمادية والرياضية والاجتماعية بنسبة كبيرة جدا، لكن بالنسبة للجمهور ايش المستفيد؟ يدفع من دم قلبه مشاهدة بعض المباريات، سواء عن طريق حضور بعض الملاعب في أوروبا وفي بعض الدول العربية أو في أمريكا الجنوبية، متابعة منتخبات بلادهم. وهي بصراحة قدرت تزيف عقول الناس بنسبة كبيرة جدا يعني، لدرجة أن أصبح الإنسان يعني في نوع من الهوس لكرة القدم وحب واطلاع ومعرفة لكرة القدم. وقدروا بعض السياسيين هذول الأوروبيين في نشر هذه الثقافة لكرة القدم إلى الدول العربية، وبنفس الوقت قدرت تلهي عقول الشعوب بنسبة كبيرة جدا، بحيث أنه ينسى عن حياة أسرته، عن حياته الشخصية، عن مستقبله الشخصي، مستقبل عياله، حاجياته وطلباته، وينشغل بكل حياته، بكل أمور حياته ينشغل في كرة القدم يعني. فقدروا صراحة الأوروبيين بذكائهم الخطير جدا أنهم يزيفوا عقول الشعوب حقهم. وأيضا بعض الدول العربية وقدرت تزيف عقول شعوبها عن طريق نشر كرة القدم بنسبة كبيرة جدا، لكي تشغل الناس عن حياتهم الشخصية، عن حياة عائلتهم، عن العمل، عن أمور كثيرة. وهذا أمر مصيبة جدا، لكن ما يقدر الواحد يسوي حاجة. أني أصبحت إدمان كرة القدم كإدمان بعض الأشياء اليومية التي تستخدمها، سواء في الأكل أو في الشرب أو في أي حاجة ثانية. فأنا أتمنى أنه الناس يعني صح يتابعوا كرة القدم، بس إني ما تلهيك كرة القدم، تلهيك عن حياتك الشخصية، عن حياة أسرتك، عن حياتك العملية، حياتك الدراسية، وتصبح هذه كرة القدم عندك أنها استغفر الله العظيم دين مقدس، وهذا مصيبة كبيرة. وأتمنى أنه يعني أنه شعوب العالم أنها تعمل تنظم وقتها، بحيث أنها تعمل جزء لوقتها، جزء للعمل، جزء الجلسة الحياة الاجتماعية مع الأسرة، مع الأصدقاء، مع الأحباب، وأيضا جزء لكرة القدم عشان تبقى حياتها سمنة على عسل. تحياتي لكم، أخوكم بسام والصنعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا هذا الفيديو الذي يتكلم عن السياسة وكرة القدم أو التخدير الرياضي لجميع شعوب العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت إحدى أعظم المتطلبات في زمن بيليه تأتي من أولئك الذين يحكمون البلد، الجنرالات. كانت البرازيل بلدا عسكريا ديكتاتوريا يعرف قيمة بطله الرياضي. كانوا مدركين أهمية كرة القدم لهذه الأمة، هي خبزها وماؤها. فإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد أتباعها، يمكن اعتبار كرة القدم دين العالم، ليس أي دين سماوي آخر، بل كرة القدم. وإذا استطعت الولوج إلى ذلك كسياسي فستحظى بالسيطرة. إذا استطعت ذلك كما فعلوا في الستينيات، حيث بنوا ملاعب في البرازيل أكثر من المستشفيات والمدارس بنسبة 4:5 فستكون عرفت مكان إنفاق النقود. الطريقة المثلى لجعل الحشود تنسى أنهم لا يملكون عملا، وأنهم لا يحظون بخدمات سكن وصحة وتعليم ملائم، وبأن حياتهم بائسة، كانت من خلال تقديم فريق كرة قدم يستطيع كسب أكبر الألقاب في العالم.